مساء الخير عليكم، يا رب تكونوا بخير وصحة وفي أحسن حال. النهاردة معايا وصفة حلوة قوي ومفيدة قوي و... ومتعبة قوي في نفس الوقت. الأول فكروني أقولكم كل سنة وانتم طيبين بمناسبة شهر شعبان. يا رب يعود كل الأيام المباركة دي عليكم بالخير والرزق والسعادة. النهاردة بقى نرجع لوصفتنا. الوصفة بتاعتنا النهاردة أول الحاجة الحلوة اللي قدامنا دي زبدة بس والله ببلاش. يعني حاجة كده حلوة قوي قوي قوي، ريحتها كانت تحفة في البيت، ملت البيت خير. ما دفعتش فيها حاجة، اديت لي كمية كويسة قوي. منين الزبدة دي؟ الزبدة دي من القشطة. الأول عايزة أقول لكم يا ريت لو مش مشتركين تشتركوا، تفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل حاجة بنزلها، كل وصفة، كل جولة. يا رب دايما تستفيدوا بكل حاجة بنزلها، وقولولي في التعليقات لو بتستفيدوا أو لا. دي القشطة اللي كانت عندي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كانت كمية كويسة بس تعبتني جدا على ما خرجت الزبدة منها. في ناس ممكن يكون عندها عجان فبيسهل عليها الحكاية دي، بسرعة بسرعة بتعملها وبتخرج الزبدة بتاعتها. أنا مش عندي عجان فاستخدمت إيدي والمعلقة، وبصراحة خدت مني وقت وتعبت إيدي، وهنشوف إيدي بعد كده. كده بعد فترة ابتدت بقى تتقل معايا لما خلاص قربت تفصل السائل أو الخض من الزبدة بتاعتها. شايفين كده صوابعي كده خلاص ما كانش متعلق فيها اي زبدة زي البداية. كانت كده خلاص الزبدة اهي فصلت. هبتدي دلوقتي اعصرها واخرج منها السائل اللي انا بعمل منه احلى معجنات. بتديكي معجنات هايلة جدا 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 جدا. لو فضلت اوصف لكم قد ايه القشطة دي جميلة ومفيدة، فيها فوائد. اول حاجة انت شربتي لبن، استفدتي بالحليب، اللبن الحليب. تاني حاجة خرجت لك زبدة حلوة، وفي مرتة كمان هتخرج منها. المرتة دي بنستخدمها وفي ناس بتاكلها، في ناس بتحطها في الجبنة القديمة او المش. يعني حاجة كده كلها خير وبركة. هعصرها كده كويس لغاية ما يخرج السائل منها وتبقى زبدة بس. في مرحلة لو انتي حاسة انها مفصلتش معاكي بسرعة، هتحطي كام قالب تلج كده هيسهل عليكي الحكاية. انا جريت الفيديو عشان ما يبقاش طويل عليك. وده الخض اللي خرج اللي بنعمل منه احلى معجنات، ودي الزبدة بتاعتي. اللهم بارك، خرجت كمية كويسة. ودي ايدي طبعا زي ما احنا شايفين كانت التهبت من النص خالص من المعلقة. خرجت لي كمية كويسة خالص. وزي ما قلت لكم انا ما دفعتش اي حاجة غير ان اللبن انا اشتريته بس. يعني احنا لما نشتري لبن حليب هيخرج لنا الخير ده كله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الست اللي بتبقى بتشتري لبن حليب دايما بيبقى في بيتها خير كتير. حوشي الزبدة دي او حوشي القشطة دي هتخرج لك الزبدة الحلوة دي. زبدة طبيعية بيور، حاجة كده فاخر من الاخر بصراحة. والخض اللي بيخرج ده بيعمل معجنات تحفة قوي. لو جربتيها هتحسي حقيقي بالفرق بين انك تعجني بمية او حتى بلبن حليب. ده اجمل واجمل. الزبدة دي انا هاخدها بعد كده وهبتدي اسيحها على النار علشان تكون جاهزة للاستخدام. نستخدمها في الحلويات، في النواعم بتاعة العيد. بصراحة حاجة كده تحفة جدا. كده انا ابتديت انزلها في الحلة بتاعتي. وطبعا لازم نتابعها. هي في البداية بتفور فورة اللبن وهنشوف دلوقتي، وبعد كده نهدي عليها عشان نقدر نحافظ على المرتة ونحافظ عليها ما تتلسعش مننا. كل سنة وانتم طيبين ويا رب دايما بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. زي ما قلت لكم كده هي كانت دلوقتي هتبتدي تفور كده الفورة بتاعتها اللي في البداية، وبعد كده هنهدي عليها لغاية ما تستوي وتكون خلاص بقى اديتنا الزبدة بلونها الحلو، وكانت ريحتها طبعا مالية البيت. اللهم بارك. دي المرتة اللي بتبقى تحت بس طبعا لسه هي ما استوتش.
هتبقى ايدك فيها كده وهتبقى النار متوسطة او هادية. مهم ان ما تبقاش النار عالية خالص. كده هي كانت خلاص قربت على السوا، وكل ما هتقرب على السوا هتخلي بالك اكتر. برضو في النهاية هتسحبي الريم اللي على الوش، وهتضيفي شوية ملح زي ما قلتلك في البداية. يعني حاجة سهلة جدا تسيحها. هي الفكرة كلها او المجهود كله في انك انتي لما بتفصليها لما بتبقى قشطة وبتفصليها عن الخض بتاعها، المرحلة دي هي اللي فعلا صعبة وبتحتاج مجهود. وطبعا بقى لو اولادك يساعدوكي يبقى الحكاية سهلة شوية. هنا انا ضفت شوية ملح كده، وكانت خلاص هي داخلة على السوا. الريم بقى اللي حوالين داير ده هتبتدي تسحبيه كده بمعلقة بالراحة، ولما تهدى هتبتدي تفضيها في برطمانات طبعا نظيفة جدا ومتعقمة، علشان تفضل معاكي لاخر معلقة من غير ما يكون فيها اي حاجة غلط. وطبعا انتي لو شارية كمية كبيرة مش زي كده اخدتيها من قشطة اللبن الحليب، هتحفظيها وهتحطي فيها حبوب فلفل كده حصى مش ناعم طبعا. ولو هي كمية بسيطة كده زي 2 كيلو هتحتاجيهم بسرعة يعني وهتخلصيهم، يبقى مش هتضيفي لهم اي حاجة غير انك تكوني غاسلة برطماناتك كويس ومتعقمة طبعا، علشان تفضل زي ما قلتلكوا لاخر معلقة جيدة. لو الفيديو ده عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك، وما تنسوش تقولوا لي في التعليقات لو انتوا عندكم قشطة لبن حليب بتعملوا كده ولا بتعملوا ايه بالظبط.